اضغط على الولد والبنت عشان يذاكروا كويس، وعلشان ياكلوا كويس، وعلشان يمارسوا رياضة، وعلشان يناموا بدري، وعلشان ما يقعدوش على الكمبيوتر والموبايل أكتر من اللازم. اضغط عليهم عشان هم لسه مش عارفين مصلحتهم، وانت دورك توجههم وتحميهم من نفسهم حتى لو اضطريت للشدة أحيانا. اضغط عليه علشان تحس انك أديت الأمانة وعملت اللي عليك وأديت رسالتك في الحياة. لكن اوعى تضغط عليه في الصلاة ولا تضغط عليها في الحجاب، وسيبهم لحد ما يقتنعوا. سيب بنتك تمشي بشعرها أو تلبس ضيق وتحط مكياج، وسيب ابنك تارك للصلاة لحد ما يقتنع ويصلي، ولحد ما تقتنع وتتحجب. اوعى لو قرر ما يذاكرش أو ما يتعلمش تستسلم لرغباته، وإلا تبقى سلبي وفرطت في الأمانة. صحيه من عز النوم وفي عز البرد عشان يروح المدرسة أو عشان يذاكر، خصوصا أيام الامتحانات، وشجعه وحفزه وقول له نتعب دلوقتي عشان نرتاح قدام، لكن ساعة أذان الفجر سيبه نايم عشان صعبان عليك ومش هين عليك تصحيه. البيوت الساعة 5 صباحا بتكون في حالة صمت تام، وبعد ساعة بتدب فيها الحياة علشان ميعاد باص المدرسة قرب، وده واقع فاضح ومؤلم وكلنا مشتركين فيه تحت شعار الولد والبنت ما ينفعش تقف تتفرج عليهم وهم بيضيعوا مستقبلهم في الدنيا، إنما يضيعوا مستقبلهم في الآخرة عادي. ومن هنا جه في بالي قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وده بيحصل في كل البيوت لما نسايم الدراسة تهل علينا. أول ما الدراسة تبدأ من هنا هتلاقي الأمهات اللي عمرهم ما صحوا ولادهم للصلاة بيصحوهم من النجمة عشان المدرسة، واللي عمرهم ما عودوا ولادهم يصلوا هتلاقيهم واقفين من النجمة بيساعدوهم عشان يجهزوا شنطتهم، واللي بتقول لولادها مرة كل شهر انهم يصلوا بحجة ان ريقها نشف يا عيني هتسمع صريخها كل يوم من اخر الشارع عشان يصحوا يروحوا المدرسة او يعملوا الواجب. واللي عمرها ما حاولت تقعد مع ابنها علشان تفهمه اي حاجة في الدين بتاعه هتلاقيها صاحية من النجمة تجهز له يونيفورم المدرسة واللبس الرياضي علشان حصة الالعاب. واللي بتكسل تتابع ابنها في ال5 صلوات هتلاقيها متابعة كل مواعيد دروسه ومعاها كل ارقام المدرسين اللي بياخد عندهم دروس، وكمان عارفة عدد الكتب والكشاكيل علشان لو كتاب او كشكول نقص منهم تقدر توفره ليه. لكن عادي تكون صلاته مش كاملة، اللي هي بالمناسبة عماد الدين، ومن تركها فقد كفر. عادي لما ابنها ما يصليش تطنش وما تاخدش اي موقف منه، لكن لو فوت درس واحد هتلاقيها مقضيها لطم وصويت وعامله مناحه. الاب والام عندهم كل الحرص على مستقبل ولادهم الدراسي، اللي بالمناسبه ممكن يفشلوا فيه عادي جدا، يعني لا دنيا قامت ولا دين قام ويبقى فشل في الاتنين. والاب والام هيتحاسبوا بذنب ولادهم، لأن الرجل راعي على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبالمناسبة ده مش كلامي، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده بقى بنشتكي من كل الأجيال اللي طالعة بحجة إنهم مش عارفين الصح من الغلط وإن أخلاقهم بقت في النازل. تاخد الخلاصة من أخوك وتعرف حل كل ده إيه؟ الحل في المقولة دي: علموا أولادكم القرآن والقرآن سيعلمهم كل شيء. لو كل أب أو أم عملوا بالمقولة دي هنشوف جيل متميز أخلاقيا ودراسيا. هتلاقي سلوك الطفل اللي متربي على أسس دينية سليمة مختلفة عن باقي زمايله. وما تنساش تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فحاول تحافظ على ابنك علشان يكون ولد صالح يدعو لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.